مساء الخير يا ابطال، اخباركم يا رجاله؟ كله تمام؟ عايز اقول لكم كلمتين قبل اي حاجه. 95% من اي شغلانه على النت بتبقى نصب. كل اللي يقول لك هات فلوسك واشغلها وتكسب وليا نسبه ده نصاب من غير تفكير. طبعا كل الناس عارفه كده، بس هو ليه الفئه بتاعته اللي بيصطادها اللي عتمانين ومحتاجين اي فلوس وبيصدقوه. قبل ما نبدا الفيديو عايزك تخبط اللايك الرايق بتاعك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب لو انت اول مره تشوفنا. ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. جاهزين؟ يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سكرير الاكل؟ انا عندي مشكلة وبتمنى انك بعد ربنا تساعدني. اخوك داخل على 35 سنة ومقهور. انا بعت غوشة امي عشان مش معايا فلوس. بالله عليكم لما تفتحوا حد يرد عليا. حب حياتي 10 سنين كانت خطوبتها النهاردة. انا عاجز حتى لما لقيت نقطة امل ومسكت فيها اتضحك عليا، ويا ريت اتضحك عليا لوحدي. ده انا واصحابي وانا اللي اتصدرت في الموضوع. انا عاجز قوي وحاسس بقهر. الدنيا تعباني قوي. انت شخص كويس وعارف والله، لكن انت اصغر مني وانا الكبير اللي المفروض احل مشاكل. جايلك تحللي مشكلتي زي الخايب. انا وقعت. المفروض اني ابقى سعيد في السن ده. المفروض يبقى عندي ولاد وفاتح بيت ومتجوز. هو في ايه غلط؟ انا قلبي بيتقطع من الحسره والحزن والزعل وقله الحيله. المفروض اشيل امي بعد ابويا الله يرحمه. مش معاش ابويا وغوايش امي اللي يشيلوني. يئست من كتر المحاولات. انا حاولت انهي حياتي كذا مره، بس اللي بيوقفني كل مره امي هتعمل ايه من غيري. انا كرهت نفسي. انا بدعي على نفسي كتير قوي. اخويا بالله عليك ما تقولي انا عندي مشاكل كتير وهبقى اشوفك. انا الدنيا سودة قدامي. مش هيبقى انت والدنيا عليا. مش عاوزك تبصلي بصة قله. الله يسامحك يا عم محمود. تظن في اخوك ظن زي ده؟ حقك عليا انا اسف. انت هيتو ولا سلامه؟ انا هيتو قلب اخوك يا باشا. انت واي حد من طرفك فوق راسي كمان. ان شاء الله الدنيا تتحل. وحوار انك تنهي حياتك ده مش هقول لك غير انه شيطان وظروفه هتتغلب عليهم باذن الله. كلنا بتجيلنا الافكار دي يا اخويا. الشيطان مش هيسيبك يا اخويا طول حياتك، لكن انا وانت اقوى منه ان شاء الله. وبعدين يا عم هون على نفسك. احنا ياما استلفنا فلوس وبعنا عشان نفك الزنقه. الدنيا صعبه يا اخويا. لو عليك لوحدك هقول لك حقك، لكن على الناس كلها انا وانت وغيرنا الدنيا قريب. انا وانت نرد لها. ضحكتني وسط زعل. يا عم روق كده. الدنيا مش سهله وربنا خلقنا عشان نسعى. ليك رزق يا اخويا. هو فين؟ كلام شيطان ده خد بالك. والله رزقك لا يجيلك ده مكتوب. ازاي دي بتاعت اللي خلقك. انت اعمل اللي عليك وبس. انت فاكرني ما سبتش محل ولا شركه ولا سوق وبعتلهم؟ انا من يوم ما وعيت على الدنيا وانا متلطم. انا اشتغلت نجار وحداد وكاشير وسواق وستورجي وشيال وفكهاني وصياد وفي مصنع. في شركه استقريت فيها كانت كويسه. كنت بقبض 6000. كنت خاطب اسماء ساعتها وبخطط لكل حاجه. انا كنت شاري الشقه ساعتها. هتجوزها امتى وهنجيب ايه في الشقه وعيالنا هنسميهم ايه. كنت هسمي ايه لو بنت وحمزه لو ولد. كانت بنت ناس وملتزمه وبتحبني وبحبها. بحبها قوي والله. دلوقتي جالها ابن الحلال. ربنا عوضها بعد صبرها مع فاشل زيي. الله يساعدها. طب ايه اللي حصل؟ ابويا جاله المرض اللي بنخاف نقول اسمه. لا حول ولا قوه الا بالله. فضلت ماشيه على علاجه لحد ما بعت الشقه وبسبب احتياجه ليا، لان ملوش غيري. انا اللي كنت ماشي معاه على طول في رحله علاجه. 3 سنين يا حبيبي وهو بيعاني. طبعا الشركه مش هتستنى عليا كتير. مين هيستحمل واحد بيغيب في الشهر نص او اكتر؟ مشوني. فضلت انقل من شغلانه لشغلانه. محدش صبر عليا بسبب ظروف مرض ابويا. شلت حمل كبير لوحدي. فلست وفلوس الشقه خلصت والقرشين اللي كنت شايلهم خلصوا. قلت لاسماء مش هينفع اكمل معاك. انا مبقاش ليا مستقبل. هي بنت حلال بتحبني. مرضتش تسمع كلامي ورفضت. قالت لي مش هتجوز غيرك وفضلت متمسكه بيا. بحبها قوي والله العظيم. بعشقها. قلبي مش متحمل اللي بقوله لك ده. بعد ما كنت ناجح وهتجوز اللي بحبها بقيت ولا حاجه. مرضتش بوضعي مع اسماء. لو فضلت كده مش هتتجوز انا عارفها. رحت لاهلها وقلت لهم كل شيء نصيب. قالوا لي يا ابني احنا هنكمل معاك على الحلوه والمره. قلت لهم انا بحبها وشكل الموضوع مطول ومفيش امل. انا مش عايزه اظلم بنتكم معايا. اللي بيحصل ده ماليش اراده فيه. كل واحد راح لحاله. عطولي الذهب بتاعي من اني ما كنتش عاوز اخده. وابوها مش عارف اعمل معايا كده ليه. عطالي 40,000 جنيه. قال لي انت زي ابني. انا عارف انك شايل حمل كبير دلوقتي. مرضتش اخدهم. حلف عليا قال لي اعتبرهم سلف واتصرفوا زي اخواتهم على الكيماوي والعلاج. الفلوس خلصت. فضلت لافف من الجمعيه دي للجمعيه دي. اللي يعرف يحط حاجه بيحط. الم من هنا ومن هنا. 30,000 كله على شهور. ابويا بطل. فضل يقاوم المرض لحد ما توفى وهو عنده 63 سنه. نفسي عربيه تضربني. انا جوايا حسره وحزن وتعب. لو اتوزعت على الكومب اللي فيه مش هتخلص. انا عملت اللي عليا قدام ربنا، لكن دي اراده ربنا. تعرف لولا امي دي كان زماني مش موجوده على الدنيا دي من زمان. او في حد يتحمل اللي اتحملته ده؟ يا رب. انا بعدها نزلت ادور في شركات كتير مش لاقي. يا اما اشتغل شغل 40 جنيه يوميا. تخيل. مش قادر. تعبت. اسماء اتجوزت دلوقتي الله يهنيها. انا جيت ادور على شغل تاني على النت. لقيت شغل محاسب والمرتب 8000 جنيه. بس ادفع 1000 جنيه عشان اتوظف. الكلام ده واحد على فيسبوك. انا مش مطمن ومش مرتاح، بس يمكن الاقي شغل فعلا. كلمت صحابي شاورهم واخد رايهم. انا ماليش قوي في الشغل على النت ومعرفش فيه كتير. يمكن يكون الناس شغاله كده فعلا ويمكن يكون اشتغاله. كلمتهم وشفنا كومنتات على صفحته. لقينا ناس كتير بتشكر فيه. احنا كلنا كنا 8 بالظبط. انا ومحمد وعصام صحاب. راح عصام جاب 2 ومحمد جاب 3. كلنا عاوزين شغل. كلمناه كلنا وقلنا له عاوزين نقابلك عشان نتفق. قال لنا انه شغال اونلاين ولو هيروح لكل واحد شغله ما كانش خلص.
لنا انا شغلت الاسبوع ده فوق ال 100 واحد، ولو لسه شاكين ما تبعتوليش حاجه سهله يعني. اتحركت معاه بيني وبينك، كنا كلنا قاعدين قلت لهم ايه رايكم؟ قالوا لي الراجل ده الناس بتشكر فيه، وطالما مش فارقين معاه ومش متلهف على القرش ده يبقى فعلا صادق. بس ما رضيناش نديله كل الفلوس، كلمناه تاني وقلنا له هنديلك نص الفلوس دلوقتي والنص التاني بعد الشغل. قال لنا انا عارف انكم مش واثقين فيا وده حقكم، لكن انتوا بالنسبه لي مجرد رقم من ارقام الناس اللي شغلتهم. ابعتوا نص الفلوس والنص التاني كده كده هاخده بعد ما تشتغلوا لان اعرف الناس هناك. قلنا له تمام. حولنا له الفلوس فودافون كاش على رقمه ده. حاولنا وقلت له قول لي التفاصيل ولا ايه اللي هيتم، راح قايل لي باللفظ يلا يا اهبل من هنا وعمل لي بلوك. انا عارف ان دي حركه ما يعملهاش عيل في ابتدائي، بس احنا بعتنا له بس عشان كنا قاسين من الدنيا واللي عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. انا متاكد ان الناس اللي بتشكر فيه شكلها حركه منه او صحابي ما اتكلموش معايا عشان عارفين اخلاقي. لو حد تاني كان قال لي اني بتفق مع الشخص ده وانا اللي جبته، والله العظيم انا تعبت. طب صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. انا عاوز اقول لك حاجه بس وتحطها في دماغك. ابوك الله يرحمه دعالك قبل ما يتوفى وراح للي خلقه وهو راضي عنك، ودي بالدنيا كلها. كون انك بعت شقتك على علاج ابوك فده يدل على انك بار بوالديك وراجل. ربنا يجازيك خير ان شاء الله على صبرك ده، وموضوع الشغل ده ان شاء الله محلول يا رب. المهم دلوقتي هات لينك الاكونت بتاعه. محضرهولك. تمام هظبط واكلمك. عم عادل. اهلا يا باشا، عامل ايه؟ فينك كده؟ اهو تمام. انا زعلان منك، ما بتسالش على عمك عادل. انت عارف اللي عندي. حبيبي يا ايتو. في حوار. طب لما نخلصه عاوزك. في حاجه ولا ايه؟ انا مش كويس عاطفيا. ليه كده؟ ام عمرو. ايه حاحد انت واكل نعناع ولا ايه؟ قلبي اتكسر زي الطعم الصيني. شكلك مجروح خالص. طب نشوف الحوار ده الاول. ايه الحوار؟ في واحد حبيبي حد اخد منه فلوس وعاوز اشوف الحوار. هسنهولك. لا مش ليا انا. عيب عليك، ده لابن اللي اخد الفلوس. تمام. ايه العباره؟ العباره اني عاوز رقمك او الجيميل والباسورد بتوع الاكونت بتاعك. على اخر الزمن عاوز تاخد ايميل عمك عادل اروح اسمع عمرو دياب؟ افهم بس. افهم ايه بعد اللي قلته ده؟ احنا لازم نبعد فتره عن بعض، انا محتاجه اكون افكاري من تاني. لاحظ ان كلامك جارح. افكاري يا عم عادل هو ده وقته. بضحك معاك يا راجل. الايميل والباسورد بس اوعى تدخل على المحادثه بتاعت ام عمرو عشان الخصوصيه. عيب عليك يا عم عادل، مش هيتو اللي يبص على خصوصياتك. عارف اللي عندك يا غالي يا ابن الغالي، انا بهزر معاك، انت تربيتي. انا خدت الاكونت بتاعك عشان قديم قوي والواد مش هيشك فيك. انا لو خلفت ولد من ام عمرو مش هعمل له زي ما عملت لك انت وسلام يا ايتو. الله يبارك لك يا عم عادل، هتعامل انا ولا غيك. تابع انت برضه. ينفذ يا جميل. الو يا استاذ، عاوزك لشغل، رد لو فاتح. نعم يا حاج. انا شفت لك منشور على الفيسبوك، الكلام ده بجد؟ كلام ايه؟ انت بتشغل فلوس وتكسب الضعف وثلاث اضعاف كمان. فعلا. اهم حاجه فلوس حلال. اعوذ بالله، ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ يا مؤمن يا مؤمن سبحان. طب محتاجه سبحانه. معلش يا ابني كان لازم اتاكد برضه، اللقمه الحرام ما بتنفعش. طبعا. انت بتشغلهم في ايه بقى؟ في البورصه والاسهم وبرامج اسهم. طب بص يا استاذ، انا لسه قابض فلوس الجمعيه 30,000 جنيه، يجيبوا كام؟ من 60,000 ل 90,000 جنيه. بجد ده ولا هزار؟ بجد. طب ازاي ده يعني؟ زي ما قلت لك هو ده شغل الاسهم. انت جيت لي من السما، انا هستلف 10 كمان يبقى كل 40,000، يبقوا كام؟ من 80,000 ل 120,000. طب خليهم 50,000. يبقى من 100,000 مكسب ل 150,000. دي شكلها فرجت يا معلم، يا رب وقف بحال. احلف. ايه يا حاج مصدوم كده ليه؟ انت اول مره تدخل مجال الاسهم؟ لا اول مره اسمع عنه يا استاذ. انا اشتريت عربيه في شهرين بسببه. ده في خلال قد ايه الكلام ده؟ يعني تقبض فلوسك في 4 اسابيع. يعني شهر كمان اكون مليونير. ولا عايز تبقى ملياردير كمان يا حاج عادل؟ انت جيت لي من السما، الله يسترك. حبيبي يا حاج، هات رقمك اكلمك في شويه تفاصيل. طب 5 دقايق بس اطلع من البيت. تمام. عم عادل ابعت له رقمك، شوف عاوز ايه وكلمه، بس اياك تتفق على حاجه، حور عليه. احور لك على اللي جابوه. على الظبط. ده الرقم. ارن دلوقتي ولا بعدين؟ رن. 5 minutes later. بص يا حاج عشان الشبكه عندك مش احسن حاجه، معلش 5 دقايق اكلمك بس. تمام. عم عادل قال لك ايه؟ الواد قاعد يبرطم بكلام انجليزي، عاوزني احول له فلوس على الرقم ده. وانت قلت له ايه؟ عملت نفسي مش سامعه، اقول نص الكلام بس. قلت له كلمني كتابه. ده بس اللي تم؟ معرفش ياخد مني حاجه. اوعى بس تكون بينت له حاجه. انا وقعته يا معلم، الواد فاكرني ابيض من بتاع زمان. رايق. استاذ حاج عادل فهمني عشان الشبكه مش كويسه شكلها. انا اعتبر ما فهمتش منك حاجه، وغالبا كل اللي قلته ما سمعتوش. الشبكه مش فاهم مالها. عامة كل اللي بيحصل انك بتحول الفلوس على الرقم اللي كلمتك منه، وانا بشغل لك الفلوس وبحدد لك الميعاد اللي هتستلم
بتتكلم فيه؟ احول الفلوس على الرقم ازاي؟ فودافون كاش. لا 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 استاذ، يا نهار ابيض، تيجي ازاي؟ التليفونات دي بوظت كل حاجه. انا هديلك الفلوس في ايدك. يا حاج يعني انت دلوقتي مش واثق فيا؟ انا مش واثق فيك يا استاذ. اسم حضرتك ايه عشان مش بعرف اقرا انجليزي؟ اسمي خالد. يا استاذ خالد، انا ليا نظره في الراجل وانت راجل ابن حلال. انا مش واثق فيك، كنت كلمتك ليه؟ شوف الناس اللي اتعاملت معايا قبل كده كاتبين ايه على صفحتي. يا استاذ من غير ما ابص، انت ابن حلال. انا قبل كده رحت اشحن كارت ب100 للواد محمد ابني عشان رايح العسكريه. الشركه بعتت الرصيد غلط والواد فضل شهر من غير رصيد بسبب الشركه، وبعد كده عاوزني احول لك 50,000. والله ما يحصل ابدا. وانا قلت لك مش واثق فيك؟ انت على راسي يا بيه، لكن العيب في الشركه. دول ياكلوا مال اليتيم. عشان خاطر ريحني واستلم فلوسك في ايدك وهو تفهمني الدنيا اكتر. ولو مش فاضي ابعت لي اي حد من طرفك واديهم له عادي. المهم اتاكد انهم يكونوا في ايد حضرتك. كده واثق فيك ولا لا؟ عندك العيب يا حاج. مش محتاجة حاجة يعني. مفيش مشكله، هجيلك انا. ماشي يا ابني، الله يسترك. مناسب معاك بكره؟ مناسب. طب منين يا استاذ؟ انا من مدينه نصر. نتقابلوا في قهوه بيني وبينك اهي. تمام. هتيجي على الساعه كام؟ خليها على المغرب كده. على بركه الله. حوده، يا ايتو. بكره تروح على العنوان ده العصر في قهوه ده رقم عم عادل. ترن عليه بكره لما تكون هناك وانا هفهمه كل حاجه. ايه اللي حصل؟ هروح اعمل ايه؟ بالمناسبه خد كل اصحابك اللي اتضرب عليهم في الحوار ده ضروري. فهمني بس. ان شاء الله هنوصلوا للواد بكره. ده بكره اخر يوم في حياته. محمود، من غير زعل انا عارف ان ليك حق، لكن طالما دخلتني في الموضوع يبقى تقدرني. عم عادل ذات نفسه ما بيعملش حاجه من غير ما يقول لي. حقك عليا يا ايتو، انا اسف. انا عاوز اضمن لك حقك قانونيا. انا كده مش هحل ولا هربط لو عملت اللي في دماغك. صح صح كلامك صح. تمام يا اخويا، تاخد الراجل وتقابل عم عادل على العصر وهو هيفهمك كل حاجه. عم عادل، يا ايتو. انا عطيت للرجاله رقمك وهيقابلوك على العنوان اللي في الشات. الناس دي ليها حق من الواد اللي كلمته ده. قال لهم اشغلكم وخد منهم فلوسهم وفي الاخر عمل بلوك ولا ادبه. هتجيب معاك شيكو والبوب. ولا زمان يا ولاد، هي مش شقاوة البقلاوه. شيكو والبوب هيبعدوا لوحدهم. لو الواد عوق معاك ينطولك، غير كده ولا حس ولا خبر. تمام. تكون هناك من العصر علشان في 8 رجاله هيجولك. ليه؟ انا عملت ايه؟ على اخر الزمن تجيب رجاله عليا؟ انا ليه لسه عايش لحد دلوقتي؟ اروح اجيب الموس واعمل في نفسي الكلاشه. كلاشه ايه دلوقتي يا عم عادل؟ مش وقته. امال جايبهم ليه؟ لا استنى، الا الجمله بتحمل معنيين. بس خلص اللي جابه امي. حصل اللي جبت. اتفضل يا سيدي. لماذا جلبت هؤلاء الرجال السمان؟ عم عادل، انت شارب ايه؟ حوت شكلك. هوت شكلي. الواد قال لي حط عليه ميه وسكر. حطيت. حلو جدا، انصح بشده. زي ما قلت لك، الرجاله دي اللي اتاخد منهم الفلوس. قلب كل دول. عم عادل، الرجاله اللي جايه لك دي مش عاوز معاهم هزار. الناس دي الدنيا جايه عليها لحد ما قايله بس. تمام يا ايتو. هتروح بكره والرجاله هتجيلك على العصر، هيحكوا لك كل حاجه. تطلب لهم حاجه غدوه رايقه كده وهحاسبك. لا عليا. هات لهم فراخ وكفته وطرب وصدق. اسمه سجق. يا عم لو اسمه قطايف حتى اعمل الصح. يا جدع عيب اللي بتقوله ده، ما انتش دافع جنيه يا ايتو. رجالتك على الراس ويتعامل معاهم احلى واجب. شايفك بتاكد عليا كل شويه. هو انا قصرت معاكم في حاجه ولا انا مش وش واجب؟ انت الخير كله يا بركه. بس الفكره ان الناس دي محبطه شويه وعايز ارفع معنوياتهم. الدنيا لسه بخير. يحصل يا حاج ايتو. المهم بعد ما تروقهم تخفيهم لحد ما الواد يجي، واول ما يجي تظهرهم تاني واوعك حد يلمسه منهم. حلو. هتاخد منه الفلوس. شوف معاه يكفي ولا لا. لو ما كفاش اتصل على ابوه وخالته. المهم يجيب المبلغ. هو كام؟ الواد ده ضارب منهم 4. طبعا تضرب في 4 وش. تمام. ولا اقول لك خليه يجيب 20 بس. تمام. لو الناس اتلمت والواد صرخ عرفوهم هو عمل ايه في الرجاله. ناس مين اللي تتكلم؟ دي منطقه محسن. مين محسن ده؟ ده حبيب قلبي، المنطقه تحت امرنا. في احتمال برضو ان الواد يجيب حد لما يتصل. يجيب اللي يجيبه، بقول لك دي منطقه محسن. يا عم عرفنا خلاص. انا عاوزك تبعد عن المشاكل، احنا بنصلح. تمام. طيب الدنيا مشيت تمام والواد جاب الفلوس، يبقى تودوه على اسم الشرطه وهم يظبطوه بقى. وخد معاك المحامي. تمام. في حاجه حصلت اتصل بيا. تمام. في حاجه مش مفهومه. تمام. هو ايه اللي تمام؟ كل تمام يا روحي. ربنا يستر منك يا عم عادل. حبيبي. The next day. ايتو ايتو. ايه الكلام؟ رحنا الاسم. ايه اللي تم؟ الرجاله بتاعتك جت، اخدوا واجبهم وحكوا لي على كل حاجه. اكتر واحد زعلني اللي اسمه محمود ده، الله يصبره. الشاب ده ربنا يعينه. اكلنا وفرفشنا الدنيا وتويتهم عند محسن لحد ما ننوس عين امه جه. البوب وشيكو كانوا قاعدين لوحدهم ولا يعرفوني. اول ما الواد جه سلم عليا قال لي هنحطهم في حاجه اسمها واتشون شينلون كينج. ايه ده؟ ايه ده؟ عبارة بالانجليزي مش فاهم حاجه انا. تمام. بالظبط هو ده. قال لي فين الفلوس؟ قلت له هم 5 عشرات ادهم لك 10. قال لي هاتهم. قلت له مش قدام الناس. راح قال لي انت بتشتغلني. رحت قايل لمحسن هات الامانه يا معلم. الواد شاف ال8 شباب ركبوا ثابت، طلع بتاع بيكرم من شنطته بيعمل ما كانش فيه على القهوه غيرنا واتنين كبار بيلعبوا طاوله وشيكو والبوب. راح جري على شيكو والبوب قال لهم الحقوني دول عاوزين يقلبوني. راحوا جايبينه من قفاه، الكرسي اتكسر بيا من الضحك. قال لي لا عاوزين ايه مني؟ قلت له تعرف الرجاله دي؟ قال لا. راح شيكو محسس على دماغه، رجعت له الذاكره. لحظه.
ما لقيتش غير شيكو يحسس عليه، ايده ولا 70 كيلو يا راجل. معلش بقى اقول اللي حصل. وبعد كده قلت له فلوس الناس دي ترجع لهم، طلع اللي في جيبه سكه 7 باقي وشويه. قال لنا هم مالهمش غير 4 بس. قلت له لا اضرب في 5 ناقص كده 13 وده اخر كلام. قال لي هجيب الباقي من ماكينه ATM. قلت له لا مش هتحرك من هنا، اتصل بحد يجيبه. قال لي خلاص لو معاك فودافون كاش حولهم. قلت له انا معايا. قال حول لك 13. قلت له 15 عشان هتعزمنا على ويت شوكليت. راح محول الفلوس واخدت منه البتاع اللي بيعمل زز. رحت عملت له زز في التوتس. تمام. بعدها خدناه ورحنا اسم الشرطه، كشفوا على بطايقنا طلعنا ابيض، الا الواد ده طلع عليه قضيتين. شكله ابن ناس بس عيله ابن هرمه. كتر خيره محمد بيه، ظبط الدنيا وفرجنا لي سكرينات وفتح موبايله لقى بلاوي. ايش ماسك صور على نسوان وياخد فلوس من الناس، وإيش مصور نفسه وهو بيلعب مع نسوان. الواد ده ليلته تقيله، خدت الرجاله واحنا حاليا على القهوه. الله ينور عليك يا عم عادل. وعليك يا غالي. كل واحد من الرجاله ياخد سكه 2.5. يحصل يبقى 2. ظبط الرجاله تاني، عاوز الناس دي تشتغل يا عم عادل. شغل ايه ده؟ محمود بيقول شغال محاسب، قال انه الوحيد فيهم اللي معاه شهاده. طب اللي تعرف تتعامل في حواره تعامل، بس حاجه كويسه يا حاج الله يبارك لك. هركن كده عند كام واحد حبايبي واشوف اعمل ايه. تمام يا عدول، الله يصلح لك الحال. حبيب قلبي. استاذ هيتو الله يبارك لك، كنت مستنيك تيجي بس عرفت انك من اسكندريه. والله اسكندريه كلها رجاله. الخير موجود يا حوده، مصر كلها رجاله. الله يبارك لك. انت ما تعرفش رجالتك عملوا ايه معايا. عم عادل حكالي. اكتر حاجه ضحكتني لما طلع يجري على 2 في القهوه ضخام قوي، طلعوا معانا وجابوه من قفاه. ده شيكو والبوب. الحمد لله انهم معانا. والله مش عارفه اشكركم على ايه، على فلوسنا اللي رجعت بزياده ولا الواجب اللي عملتوه معانا ولا الوليمه اللي اكلناها. الله يكبركم، انا كنت فاكركم شويه صيع لحد ما شفت الخير. راجل كبير ورجاله وقفت معانا وهم ما يعرفوناش. الله يبارك لكم يا رب، انا فرحان. الله يسترك. حبيب قلبي يا حوده، ان شاء الله حوار الشغل ده خلصان. حتى لو ما لقيناش وظيفه محاسب دلوقتي اشوف لك حاجه كويسه باجر كويس لحد اما نلاقي اللي ترضيك. وانا كده كده هنزل على السوشيال ميديا وان شاء الله نلاقي حاجه. اتفائل خير ان شاء الله. الله يبارك لكم. مش عارف اقول لك ايه والله. خير باذن الله. ايدو يا عم عادل، امبارح شغلت 2 في مصنع 150 في اليوم، كل ما يتعلموا يزيدوا. عند واحد حبيبي ويصبر عليهم. تمام قوي. محمود اللي ابوه متوفي ده الحاج محسن عرف ظروفه وشغله ومسك له الحسابات عنده، قطع غيار عربيات. ايه نظام اليوميه؟ 5 في الشهر لحد ما نلاقي حاجه احسن. طب تمام قوي. النهارده ركنت على استاذ صابر، شغل واحد في المطعم عنده بتاع كشري وواحد في المغسله، والباقي افضل وراهم لحد ما يشتغلوا على ايدي باذن الله. الله يبارك لك يا عم عادل، انت البركه بتاعتنا. الواحد بيفرح بالحاجات دي. ابعت كل اللي عندك، كلكم ولادي. الله يبارك لك يا عدول. انا عايزك تصالحني على كوكو. مين كوكو دي؟ ام عم مالها كوكو؟ بخصماني. عناية حاضر. امتى؟ قريب ان شاء الله. لا احد يشعر بقلبي. لماذا؟ يا ليت قلبي طماطمايه. سلام يا عدول، هجيلك الاسبوع ده ان شاء الله اشوف الحوار. الله عليك يا ابو الصحاب، مستنيك. على الظبط.